عمي انا موظف كل الاوراق، اروح دلوقتي اقابل الزباين وامضي معاهم العقود واستلم العربون. اعمل اللي انت عاوزه يا حمزه يا ابن اخويا. انت دلوقتي نايب عني في كل شيء، انت سندي وعضدي اذا ما المت بي الملمات. عايز حاجه صغير؟ كنت عايزاك تقعد معايا شويه. لا معلش، لازم الحق ميعادي، لسه هكتب العقود على المكنه. شد حيلك يا عمي. مع السلامه. يا سلام يا سهير، انت بنت اصل صحيح، عاوزه تطمن على جوزها لغايه ما يسيب البيت. طبعا يا عمي مش جوزي. ايه لو كنت صادفت واحده زيك من 50 60 70 سنه دنيا. والفرمله دي كلها كانت عشان خاطر قطه؟ ايوه لازم قطه مستورده. ارتاح يا عم. مالك في ايه؟ وسع يا سيدي وسع. ايه اللي حصل بالظبط؟ لا مفيش، انا قصدي مش وقت كلام، الولد بيتقلب. يا رجلي يا رجلي. نطلب اسعاف. ايه؟ اسعاف ايه؟ مفيش وقت للاسعاف. انا هاخد الولد في عربيتي على اقرب مستشفى وانت خد لي يا فندم على الاسم. اتفضل معايا. طبعا لازم يتعمل محضر. انت مالك انت ومال الاسم؟ اشخشك انت في الاسم. اشخشني؟ فاكر انهم مش هيأخروك. انا هاخد الولد ده على اقرب مستشفى، هروح اجيب لك محامي يدافع عنك بسرعه. انا عندي شغل. اتفضل يا استاذ. برافو عليك يا واد يا بليا. عجبتك يا استاذ؟ قوي، عرفتي تسبكها تمام. مش قلت لك ما تخافش عليا، انا بعرف الصعبة حلو قوي، ايدك بقى المقاولة. ماشي، اتفضل يا سيدي. جنيه بحاله اهو. طب استاذن انا بقى. ما تستنى، ما انا هوصلك بعربيتي لحد اول شارعكم. لا انا صح هتشعبط في الترماي. شعبط في الترماي بقى، تروح بعربيه ملاكي ولا تشعبط في الترماي؟ ملاك مزاجي كده. خلاص يا بليا، اللي يعجبك. مع السلامه يا سيدي. سلام. شعبط زي ما انت عاوز. يا حضرة الظابط انا ما اقدرش استنى اكتر من كده، انا عندي شغل. وانا ما اقدرش افرج عنك قبل ما يجي تقرير المستشفى في الاتصال. مش فاهم. يعني هنضطر نحجزك لحد ما يجي التقرير. والتقرير هيجي امتى؟ يعني بعد ساعة بكرة الصبح. مش ممكن، انا عندي شغل مهم جدا لازم اروح له. انا متاسف، الاجراءات هي الاجراءات. طب اروح وارجع لكم. غير مسموح. طب خد البطاقه عندكم. اسمع، خدوا الساعه رهن لغايه ما يجي. بطاقة ايه وساعة ايه؟ القانون هو القانون، فاهم؟ خد يا عسكري تقرير الحجز. فين؟ الحجز. الحجز؟ ايوه. في ميه ساعه في الحجز؟ في سخان؟ طبعا. ركز. صباح الخير. كتاب. ركز. ركز كده. اعتبرها باريزة. هو شيء صحيح انما اساس. حافظ بيه؟ استاذ حمزه، ايه اللي جابك هنا؟ يا سيدي كنت ساعة عربيتي بسرعه عشان الحق ميعادك، ما انت عارف كان لازم نمضي العقد لاني مسافر الليله. ايوه. عملت حادثه فجابوني على هنا. طب كويس قوي، انا العقد معايا، يلا نقعد ندرسه مع بعض وبعد كده نمضي الاتفاقيه. وهو كذلك. اتفضل. الله، ده ايه اللي جابك هنا؟ لا حاجه بسيطه، اصل خلينا في العقد احسن. خش وادي التغوط، هتودي عليكم في داهيه. اتفضل شد. ايه دول؟ شويه عيال كانوا مستعبدين في الترمايه، مفيش دم يا فندم.
طيب خد عناوينهم وابعت لاهاليهم علشان يجوا يمضوا اقرار انهم ما يعملوش كده تاني مره. حاضر يا فندم. سعاده البيه، ايوه. الولد ده كويس قوي، انا موافق جدا على كل بنود العقد. يبقى مش ناقص غير اننا نمضي سوا. انا ما عنديش مانع. بس انت معكش غير الاصل، واحنا يلزمنا نسختين منه. صحيح، لازم يتكتب على المكنه. انا اليتيم. نعم. سيزر اليتيم. عملوا لي فيلم وانا صغير من شهرين. اخوك في الحجز زي اخوك في الرضاعه، طالما اتمسكنا من عسكري واحد يبقى اخوات. على اخوك احكام مستوجبه التنفيذ 73 سنه. تشرفنا يا تيم دي. اي خدمه. جنابك اللي تؤمر. بقول لك انا اليتيم وشاط طياره، اخدمك بالليل وبالنهار، خدمه مستمره الفجر والعشاء، نايت اند داي، وكله بتمنه. انا فوت الجمل من خرم الابره واسد عن الشمس بنمله. لو عايز تلعبني كشتينه العبك واغلبك، لو عاوز تغلبني اتفق معايا. انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط يا سيد. اسمه ايه؟ بقول لك انا اليتيم. يا سيدي فهمت انك انت اليتيم وانك انت قشاط. واقدر اخدمك في الكونترات اللي انت عايز تكتبه ده. ليه معاك تايبرايتر؟ لا، معايا صوابع رايتر. هنسخ لك نسختين صورتين، بس انت ايه هم 5 سجاير. قلت ايه؟ بس ده كتير وهياخد منك وقت. ولا يهمك، الرجاله هنا كتير، بس انت شوف نفسك بقى ورش السجاير، رش فرق. انا من عندي 3 سجاير. وانا من عندي سجارتين، وانا بنتف. وانت شفت كذا عقب في خدمتنا هم. مش بقول لك انا اليتيم، كله من عندك من عندك. اوعى اوعى يا استاذ، اوعى يا استاذ، اوعى يا استاذ. وادي السجاير. حمزه عبد الله، حضرتك الظابط عايزك. لازم تقيل المستشفى وصل. امسك، انا هوصل لغايه هناك وراجع تاني. يلا همتكم يا رجاله، عايز ارجع الاقيكم مخلصين كل حاجه، ومين عارف يمكن نشتغل مع بعض على طول. طيب اتفضل ورقتك. ايوه عشان دي ما تشغلكش ورقتك. لا 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 كده تشغل نفسك. لا 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 خد. ايوه كده تشغل نفسك. خد. لا مؤاخذة، معلش. امسك. حد بيعرف يقرا عشان يمليهم. ايوه مليهم. معلش يا بيه، حضرتك تعمل كده يا بيه، والله ما اعمل كده. مش ممكن. والله ما اعمل كده يا بيه، معلش. في ايه ده؟ مش ده الولد اللي اسف ما عادش اعمل كده تاني. ايه اللي حصل حصلت؟ الحقيقه الولد اعترف ان واحد عطاله جنيه علشان يتسلبط عليك ويعمل انك تصيته بالعربيه. واحد مين يا شاطر؟ ما اعرفش. طب بس ما تعيطش. الحقيقه انا اسف يا استاذ حمزه، عطلناك عن مواعيدك، لكن الذنب ذنب الولد الشقي ده. لا ابدا، ده بالعكس قدم لي خدمه ممتازه. صحيح يا بيه، طب هات جنيه بقى. انت خلاص بس اسمع، انا خلاص هسامحك، بس بعد كده ما اسمعش كلام حد غريب، فاهم؟ حقك عليا. طيب يا عسكري، خد الولد ده حطه في الحجز. استاذ حمزه احنا متاسفين جدا. لا دلوقتي تقدر تتفضل. بس لو سمحت ربع ساعه علشان امضي العقد. عقد ايه؟ عقد مقاولات فين؟ في الحجز. في الحجز؟ ايوه مقاولات في الحجز؟ ايوه، عماره 15 دور. كمان 15 دور في اوضه الحجز؟ لا يعني هو العماره في الشارع، انما الحجز هنا بيبقى فيه الحجز عندهم، والشارع موجود فيه. فالعماره لما بتبقى في الشارع هنا بيحصل يعني امضة عقود في الحجز بيبقى كويس. استاذ حمزه. نعم. نقول كمان في عماره 15 دور، وفي شارع لما بيتبني فيه طبعا الحجز. لا الحجز عم صاحب. لا نايم قصدي. بقول لك عم صاحب بيستريح. انا صاحي يا حمزه، تعال.
اهلا. تعالى يا حمزه. ده بقى العقد، ممضي جاهز، وده شيك بالعربون. يعني مفيش فايدة؟ طبعا. أعمل إيه؟ اللي بتقوله ده يا عادي مش ممكن، مستحيل. وايه اللي يمنع؟ اسباب كتير جدا. قول لي سبب واحد بس منهم. اولا سنك كبير. وماله؟ في اكبر مني بكتير اتجوزوا وعاشوا في التبات والنبات وخلفوا صبيان وبنات. صحتك. صحتي؟ صحتي ذنبهم بقوة 40 حصان. أنا النهارده اتصلت بالدكتور واديته فكرة إني عاوز أتجوز. وطبعا فهمك ان ده غلط. بالعكس، قال لي ده أحسن شيء لعلاجك. اقعد يا ابني بس لما أفهمك. اقعد. عارف، قال لك تتجوز 4. ده قال لي كمان إنه سبب مرضي الأخير اللي بشكو منه لأني عايش لوحدي. أنت ما بتسمعش غنوة عبد الوهاب طول عمري عايش لوحدي؟ ثم حالة الاكتئاب اللي بيشعر بيها الرجل المسن اللي زي لما ما يلاقيش حد شريكة حياته يقعد يشتكي لها يا فشتي يا كلوية يا مصران الغليظ. عايز تتجوز عشان تشتكي؟ طب ما تشتكي لي انا ارخص، انا تحت امرك. لا يا ابني، لما توصل لسن زي سني هتعرف إنه الست هي ستر الراجل وغطاه في آخر أيامه. هتكتشف بعدين إنه الست هي الابتسامة على شفات الرجل، هي الفرحة اللي في قلبه، هي الضمان لمستقبله في آخر أيامه. حلوتكم يا حلوتكم. اهلا اهلا بعرفتنا الحلوين. ده إيه ده؟ خدي يا أختي، خدي يا حبيبتي، يا جميلة يا أختي، يا خلاصي. اتفضلي يا حبيبتي يا أختي يا جميلة. أنت بقى كتكوتة يا أختي، كتكوتة. خدي يا أختي، خدي يا حبيبتي بالهنا والشفا. الشربات الجميل، عندكم سنان يا حبايبي بتشربوا بيها الشربات؟ صح. نعم، دقيقة واحدة بس. أيوة نعم، حاضر، نعم. أفندم. مين دول؟ عرايس عم حضرتك. كلهم؟ لا، واحدة منهم. أنهي واحدة فيهم؟ صاحبة الاسم والنصيب. دول بتوع الإعلان. ومين بقى اللي هيختار العروسة؟ أنا طبعا. أنت؟ أها. عمك ده حبيبي، لازم أنا أختار له العروسة اللي يعيش معاها بقى عمره مبسوط ومرتاح، ولا إيه؟ مظبوط صح. مساء الخير على الصوت، نور. أنصاف. نعم. هاتيهم لي واحدة واحدة على الصالون. أوكي. واحدة واحدة. نقول فيهم واحدة واحدة. أيوة. تعالي يا أختي، تعالي. تعالي يا أختي، تعالي. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا أختي. تعالي يا جميلة. ونامي يا أختي كده، مالك متضايقة. تعالي قومي معايا، قومي بس تمشي بالراحة، بالراحة لا تتكسر ولا تموتي قبل ما توصلي في القصر. يا جميلة. تعالي يا أختي، اسم الله عليكي. اسم الله اسم الله. تاخد كده عتبة. يما يلا يا أختي، يا أختي اسم الله يا أختي، يا أختي يا أختي يا خرابي. ده إيه الحلاوة دي جايبينها من أنتِ؟ اتفضلي يا أختي، تعالي يا أختي، خشي اسم الله بالراحة يا حبيبتي. والله شكلك حلو. يا خرابي عليكي وعلى جمالك يا أختي يا جميلة. خشي خشي. صحيح يا سهيل، وجدت فيها كل المواصفات المطلوبة. أنا مش عارف أشكرك إزاي، أنا لازم أحللك بقك. والعروسة هنشوفها إمتى؟ طبعا لا مؤاخذة، أصل أنا مش متعود على الحاجات دي يعني. ضروري؟ ما دام الأصول كده لازم نعمل الأصول. حاضر. أول ما يجي حمزة هديله خبر. مع السلامة يا بنتي يا حبيبتي. يا زعتر أفندي، أول ما يجي الأستاذ حمزة خليه يجي لي حالا، دور عليه من تحت الأرض، تجيبوا لي حالا. ها؟ حبيبي لما تبسم 16 شقفة تقسم، نور يا عيني يا ليلي نور يا عيني. صباح الخير يا صاحبي. كويس انك جيت يا استاذ حمزه. انا كنت هقلب عليك الدنيا لحد ما الاقيك. ليه خير، في ايه؟ بيومي بيه عايزك ضروري، الظاهر ان في امر مهم جدا. الامر المهم جدا ده عارف فين؟ هنا في الشنطه دي. عقد بناء اوتيل في مكسب كتير قوي، لسه ماضي العقد ده من ربع ساعه. الف مبروك. خش بشرب الخبر سعيد.
مبروك يا عمي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا حمزه يا ابن اخويا، انا كنت واثق ومتاكد انك هتنبسط قوي. ده عمليه مهمه جدا جدا. تعرف حضرتك كان في ناس كتير عايزين ياخدوها. بتتكلم جد؟ ايوه، ولما عرفوا ان حضرتك عايزها خافوا كلهم انسحبوا. انا والله كنت مستعد اني اعمل المستحيل علشان الهبه. وهبات من نصيبك. قول لي بقى عايزها قد ايه؟ يعني 40 45. بس دي تبقى كبيره قوي. طبعا يا ابني، ما هو لو كانت اصغر من كده الناس هتتبصر عليا. عايز تثبت لهم انك انت قد المنافسه. طبعا يا ابني طبعا. على العموم انا هنبسط لما هتبقى اطول واحده في البلد. مش معقول اطول واحده وامشي جنبها ازاي؟ تمشي جنبها؟ طبعا يا حمزه، مش لازم نخرج مع بعض نتفسح. تتفسحوا؟ عاوز ازاي بقى امشي ودراعي في دراع سنافور؟ امشي جنبها ازاي؟ تمشي جنب القنطه. انا بتكلم على العروسه. عروسه؟ من شويه سهير مراتك ضربت لي تليفون وقالت لي انها عثرت على العروسه اللي فيها كل المواصفات المطلوبه. الف مبروك. الله يبارك فيك، بس فاضل حاجه واحده عشان يتم كل شيء. ايه هي؟ تروح تخطبها لي من اهلها. انا اخطبها؟ طبعا، الاصول كده، اهل العريس هم اللي يروحوا يخطبوا العروسه، وانا راجل وحداني وماليش غيرك. انا بقى اهل العريس. وانا العريس. ايه مالك؟ لا ما فيش. امال ركبك بتترعش ليه؟ اقول لك الحق، انا مكسوف، ركبي سايبه والصواميل ملخلخه. خايف؟ ما انا اصلي ما عملتهاش بقالي 20 سنه لحد دلوقتي. لا ما تخافش، انا معاك. خليك معايا. اسطبطولك جاي. اسندني يا ابني. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، خطوه عزيزه. شرفنا يا عمي. اهلا وسهلا. اتفضل. الشربات يا كتكوته. اهلا وسهلا. ده احنا جايين لحضرتك نطلب القرب. على فكره، مين فيكم العريس؟ انا يا عمي. انت باين عليك ابن حلال ومن عيله. يعني حضرتك موافق؟ ما عنديش مانع، بس نعرف راي العروسه. ناول الشربات لعريسك يا كتكوته. بيجوز. مش انا. نعم. مش انا. انا شايف ان العروسه ما عندهاش مانع. نتكلم بقى في المهر والشبكه. انا يا ابني ما يهمنيش الفلوس، انا كل اللي يهمني بنت تكون في عصمه راجل محترم يخاف عليها ويسترها، والعريس باين عليه موزون. طبعا، مش زي الشبان الطايشه اللي في سنه. يبقى مبروك. وانا ان شاء الله من بكره هروح اشتري الشبكه. الشبكه من عندي يا حمزه، لازم تقنع عمك انه يشتري الشبكه من المحل عندي. ضروري طبعا ان شاء الله. انا مش قادر اتصور ان عمي يروح يشتري دبله وهو في السن ده. ليه بقى يا حمزه؟ عمك لسه في عز شبابه. قصدك تقولي في عد شيخ اخته. يا شيخ، بكره لما تشوفه شايل ولاده وولاد ولاده تغير رايك. ولاده؟ انا يهمني ان عمي يكون سعيد في حياته. وانا كمان. وحددت معاك كاتب الكتاب؟ مش لما يدرسوا اخلاق بعض الاول؟ يا اخي انا شايفه انهم منسجمين قوي مع بعض، وانا شخصيا هقنع عمك بانه يحدد موعد الجواز، ايه رايك؟ اهلا وسهلا. اهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك. شكلك خطوه عزيزه. انا راهنكم في الافراح ان شاء الله. شرفت يا ستي. اهلا وسهلا. تفضلوا في الصالون. اهلا وسهلا، مرحبا.
الله، زي القمر ده كله ده. ايه القطه الحلوه دي؟ المأذون وصل. اهلا وسهلا فضيلة الشيخ حلة البركة. زفاف مبارك بإذن الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا رب الكريم. يا سلام، حقيقة كل شيء اسمه ونصيب، واللي ما فكرتش فيه من 20 سنة بعمله دلوقتي. مبروك يا عمي. الله يبارك فيك يا ابني. ده صحيح كل ده بيحصل ولا انا بحلم؟ ما اكونش بحلم؟ ده حاجة تضحك، ده حاجة تموت بالضحك، ده حاجة تضحك خالص. يلا يا حلوه بقى لحسن المأذون وصل. يلا يا حمزه، في حاجه؟ صهير. ايه في ايه؟ عمي. ماله؟ مات. ايه ازاي؟ من الضحك. يا استاذ حمزه، بصفتي محامي عمك احب اقول لك انك اصبحت الوريث الوحيد للثروه بتاعته، ولازم تعرف كمان ان الثروه دي قيمتها 1,000,000 جنيه. ايه يا صافي؟ استاذ حمزه. ايه؟ عمي. كل شيء اسمه ونصيب يا ابني. وفي ايه؟ ها؟ في يا احمدي؟ معلش يا ابني، عز علينا فراقك، لكن ما باليد حيلة. ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ مش فاهم. ايه في ايه انت رخر؟ انت مسافره ولا ايه؟ لا، امال حاطه هدومك في الشنط دي ليه؟ دي هدومك انت. هدوم انا؟ ايوه، ليه؟ عشان انت لازم تسيب البيت ده. اسيب البيت ده؟ ايوه. واروح فين؟ تروح حته تانية. حته تانية ليه؟ عشان احنا الاتنين لازم نسيب بعض يا حمزه. احنا نسيب بعض؟ ايوه. نسيب بعض ليه؟ هقول لك على كل حاجه. عرفت ايه السبب اللي مخليني مصممه اننا نسيب بعض؟ ايوه بس مش مقنع. ما تعملش زي بابا وماما وتقولي ان ده كلام فارغ. ده مش كلام فارغ، ده كلام ما يصحش تفكري فيه. يا حمزه يا حمزه، الموضوع ده اتكرر معايا قبل كده 3 مرات. لو انت فضلت جوزي هتبقى انت الرابع. يا سهير. حمزه، انا اللي في راسي خلاص. ما انا مش ممكن اسيبك كمان. وانا مستحيل اخليك تضيع شبابك بسببي. ما هو مش ذنبي ان عمي مات وانا ورثت منه 1,000,000 جنيه. وانا اعمل ايه؟ حاولت الفلوس دي ما توصلكش، اعمل ايه؟ مفيش فايده. هو انت بقى انا مش ممكن هسيب البيت ده، ومش ممكن هسيبك انت كمان. يا حمزه، انا ما اقدرش اعيش معاك وفي خطر بيهددك. خطر ايه بقى؟ تسمحي تقولي لي؟ تركة عمك 1,000,000 جنيه. شوف يا سهير، اسمعي الكلام اللي انا هقوله لك. انا هتخلص من تركة عمي. ايه؟ هتخلص من 1,000,000 جنيه. يا ابني دي أول مرة أسمع فيها كلام زي ده. ما هو مفيش في الدنيا حالة زي حالتي. يا بابا يا بابا، ارجوك اتصرف. أتصرف إزاي بس؟ ما هو لازم يكون عندك طريقة كده ولا كده. يعني إيه بقى كده ولا كده؟ شوف يا ابني، لو تديني فلوس وقول لي خد تاجر فيها، معلش شيء سهل وممكن كمان، لكن عايز تديني فلوس عشان أكسرها، ده مستحيل، مش ممكن. ليه بس يا عمي؟ أولاً أنا مش متعود على كده. أنا متعود إن القرش اللي يقع في إيدي لازم أعصره زي فص الليمون لحد ما أجيب آخر نقطة فيه واستفيد منها. ثانياً أنا مش ممكن أعمل كده. سمعتي تبقى إيه في السوق بين التجار لما الناس تعرف إني خسرت مبلغ كبير زي ده؟ بقى سمعتك أهم عندك من سعادة بنتك. عليا، اسكتي عليا. يعني ايه؟ مفيش فايدة؟ الفلوس دي هتفضل مكربشة في رقبتي زي القرد الحديد؟ الظاهر ان مفيش فايده واننا لازم نسيب بعض. أنا مش عايز أسمع منك الكلام ده تاني. ما هو مفيش حل غير كده. لا، في حل. ايه هو؟
مدير موجود؟ ايوه انت مين؟ قولي له حمزه. لحظه واحده. اهلا وسهلا يا حمزه بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل استريح. اهلا وسهلا. المرحوم عمك كان صديقي جدا، لكن الحقيقه انا ما اتشرفتش بسيادتك قبل كده. اهلا وسهلا. عشان كده لما كلمتني في التليفون رحبت بالزياره قوي، عشان اتعرف بابن اخو الرجل العصامي اللي كون ثروته بعرقه وكفاحه. اهلا وسهلا. هو صحيح الله يرحمه ما يبص عليها الا الرحمه، ما تبرحش للملجأ بحاجه ابدا، لكن ده ما يمنعش انه كان راجل طيب الله يرحمه. اهلا وسهلا. انا متاكد انك زي عمك بالظبط. ازاي يعني؟ لا يعني قصدي يعني بتاع شغل بتاع عمل يعني. اهلا وسهلا. بس هو ابتدى من غير راس مال خالص. ميح. طبعا ما تبتدي بالثروه الكبيره اللي هو سابها لك بعد وفاته. طبعا انا متاكد ان الثروه دي هتزيد وهتنمو بفضل كفاحك واجتهادك طبعا. مش كده برضه ولا ايه؟ الحقيقه انا جاي اتكلم معاك بخصوص الموضوع ده. تحت امرك. موضوع ايه؟ الثروه بتاعت عمي. مالها؟ كويسه، انما تكونش عايزني ابقى مسؤول عنها؟ حاجه زي كده. ازاي يعني؟ عايزني اسيب اداره الملجأ واشتغل معاك ولا ايه؟ لا هو مش بالظبط يعني، هو حضرتك هتفضل مدير للملجأ، لكن ايه؟ الفلوس هي اللي هتجيلك. تجيني؟ ايوه، اصل مش عايزها. مش عايز ايه؟ التركه. تركة مين؟ تركه عمي. لا مؤاخذة، بس يعني عشان خاطر تبقى مع بعض في الصورة عشان نقدر نركز سوا، لأن الحقيقة مش عارف مختلط عليا الأمر شوية حبتين. لو سمحت ساعات يا أستاذ حمزة بتقول إنك يعني عيب الأول عشان نركز مش عارف. سيادتك أفهم من كده إنك عايز تتبرع بجزء من التركة لصالح الملجأ. لا أنا ما قلتش كده. أنا مؤاخذة الصلاة فهمت الله. لا سيادتك فهمت غلط. أنا ما قلتش إن أنا عايز أتبرع بجزء من التركة، أنا بقول عايز أتبرع بالتركة كلها. نعم. سيادتك قلت ايه بالظبط؟ عايز اتبرع بالتركه كلها. والتركه كلها دي تطلع قد ايه؟ مليون جنيه. نعم. مليون جنيه. طب ثانية واحدة وراجع سعادتك يعني على طول، ثانية واحدة بس. على فين؟ مفيش هخلص برضه شوية الإجراءات اللي هي المسائل الشكلية القانونية دي. ثانية واحدة مش هتأخر عليك، خليك قاعد سيادتك. الو، انا مدير. اطلب له بسرعه حاله مستشفى المجانين. ايوه مستشفى المجانين. لا يا غالي مش ليا انا، هو انا عشان دخلتها بره هتذلني؟ ايوه اطلب له مستشفى المجانين وخلاص. ما تخافش كده، خليك هادي. سمعك مزيكا هاديه تروق اعصابك. قول لي بقى، انت معقد من ايه؟ انا مش معقد. انت معقد ومجرم كمان، وكلمه زياده هسلمك للبوليس. امال انا فاتح العياده دي ليه؟ مأجرها مفروشه احسن. انت معقد، وتعالى بره اوريك انت معقد ولا لا. فاهم يعني ايه؟ هتقول لي عقدتك ايه ولا خلي عنكب يتصرف؟ عنكب؟ مين عنكب؟ لا بلاش عنكب، بلاش عنكب. ناس ما تختشيش يعني، لازم العافيه لازم. ريح جسمك. معلش يا عنكب بقى مرة تانية، بس هحتاج لك. ريح جسمك كده وافرد وحس انك نايم هادي. نام. ها؟ ايوه افرد دي. ولا كلمة. احكي لي بقى، عقدتك ايه بالظبط؟ كان يا مكان. انت هتحكي لي حدوتة؟ ما تحكيليش حدوتة. قول لي، انت ابتديت تحس امتى انك عاوز تبقى شحات؟ انا ابقى شحات؟ انت مش عاوز تتنازل عن ثروتك؟ ايوه ده بظروف خاصه. اهو انا بقى هنا عشان الظروف دي، عشان بعالجك، عشان اخليك تشحت، اخليك تخف. فاهم يعني ايه؟ اتكلم. انت معقد ليه؟ انا عنكب. لا 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 لا، ملوش لزوم، عالجني احسن. اذا خليك صريح معايا. ابوك كان بيضربك كم مره في اليوم؟
بابا عمره ما مد ايده عليا. انا قلت ابوك كان بيضربك ما تعارضنيش. خلاص اللي تشوف. والدتك كانت بتحبسك في اوضه ضلمه صح؟ انا والدتي توفت قبل ما اتولد. نعم. قصدي يعني توفت وانا لسه في اللف. لكن ده ما يمنعش انها كانت بتحبسك في اوضه ضلمه. ما تناقشنيش، انا مخي ناشف، مخي زي الجزمه. الحاجات دي انا دارسها وعارف، والكتب بتقول كده يا سيد اهو. كل من كان اسمه حمزه كانت امه بتحبسه في اوضه ضلمه بالانجليزي اهي، شايفها؟ حمزه هتكتب الكتب كمان؟ ها؟ خلاص يا دكتور، كانت بتحبسني في اوضه ضلمه. انت ادرى. خلاص عرفت العقده. طب امشي انا بقى. اقعد. انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ انت تقعد هنا لغايه ما اعالجك واخففك من عقدتك، ولو رست هكتفك وامدك على رجليك واخلي عنك بيتصرف. قول لي بقى، انت عايز تعرف عقدتك ايه بالظبط؟ ايوه. بتقول لي ايوه؟ بتقول لي ايوه تاخدني على قد عقلي؟ فاكرني قفايا؟ يا ناس ما تستقرضونيش كده، حرام عليك. وكل حد يجي هنا يستقرضني يا ناس. وانا عشان يتيم وماليش ظهر اتسند عليه تعمل فيا كده ليه يا ابني؟ طب اهدى يا دكتور. اهدى ازاي بس؟ ما انا مش عارف، مفيش ولا عيان بيطلع من عندي كويس. بقالي 12 سنه فاتح العياده، 3 عيانين جوني لغايه دلوقتي، انت الثالث. 2 دخلوا السرايا. انا تعبان يا ابني، تعبان. عندك ايه يا دكتور؟ عندي بلاوي. انا ما كملتش الكليه، زهقت بقى، قلت افتح عياده. ابويا متجوز غير امي، وامي متجوزه غير ابويا. البنت اللي بحبها اتجوزت ابن البواب. ما ابن البواب مش احلى مني يا ربي. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ انا مستريح. اعمل ايه؟ اسمعك مزيكا هاديه؟ يا ريت. ايوه دي، ايوه. خد عنكب نيمه دلوقتي. تتجوز ابن البواب ليه؟ مش احلى مني يا ربي. حمزة، مالك يا حمزة؟ تقولي حاجة؟ سرحان في ايه؟ لا مفيش. ابدا. ازاي؟ قاعدين بقالنا ساعة، لا اتكلمت ولا قلت اي حاجة. في ايه؟ بيقولوا عليا مجنون علشان عايز اعمل خير. مال الناس اذا كنت عايز اتبرع بفلوسي ولا ارميها في الارض، انا حر. محدش متعود على كده يا حمزة. اللي معاه جنيه عايزه يبقى 100، ولما يبقى 100 عاوزهم يبقوا 1000، ولما يبقوا 1000 عاوزهم يبقوا 1,000,000، ولما يبقوا 1,000,000 عاوزهم 2,000,000. انت الوحيد اللي عاوز تتخلص من فلوسك، مش تحافظ عليهم. ما هو بالشكل ده مش هنعرف نتخلص منها. شوف يا حمزة، انت فضلتني على الثروة. طبعا يا سهير، انت عندي اغلى من كنوز الارض كلها، وده اللي هيخليني اقف جنبك واعمل المستحيل عشان اخليك تفلس. حمزة، انا مستعد اضحي بحياتي وهنايا عشان اضيعك واخرب بيتك. متشكر يا سهير قوي. ده الكلام اللي كان نفسي اسمعه من زمان علشان اتاكد من حقيقه شعورك ناحيتي. تصوري اللي انا عملت اعلان في الجرايد عشان الاقي واحد يضيعني ويخرب بيتي. ولا يهمك، لقيت انا في واحد. مين يا ترى؟ طيب ايه ده؟ لا انا مش قادر عليك لوحدي، جايبه لي جوزك كمان. انا ما عملتش حاجه. انا هي كل الافكار دي منها، هي اللي هو انا ماليش ذنب يا استاذ حمزه. انا ما عملتش حاجه. طب انا بصراحه بقى عيل وطايش ومفيش حاجه. طب بصي في وشي اذا كان يبان عليا ان انا ممكن اعمل له خفي ولا نعم. قال لك اقعد. ده انتوا بقى جايين متفقين عليا انتوا الاثنين انما انا ما يهمنيش بقى حاجه، وبلغ البوليس زي ما انت عاوز، وانا هقول للبوليس ان مراتك هي اللي وزتني على كل العمايل دي. ما انا ما اتسجنش اوانطه وما اتسجنش لوحدي، لازم اجرجر رجلك معايا. انا ما اتسجنش لوحدي. سجن ايه يا استاذ ممدوح؟ ده احنا اخوات. بتتكلم جد؟ مش انا وانت متربيين مع بعض وطلعنا زي الاخوات؟ وحمزه ده يبقى جوزي؟ خلاص يبقى هو زي اخوك بالظبط. صحيح. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ احنا عايزينك تساعدنا. لا
انا ما بساعدش حد ولا يمكن اساعد حد، لا انتوا ولا غيركم. سيبوني بقى يا ناس اشوف مستقبلي. انا بصراحه عاوز اكون نفسي وانتوا ناس فاضيين. ما احنا جايين علشان كده. ايوه مش فاهم. هقول لك انا، احنا جايين نديلك شويه فلوس عشان تشتغل بيها في المشروع اللي يعجبك. بجد؟ المبلغ اللي انت عايزه. صحيح. بس بشرط. ايه هو؟ شوف بقى، احنا عايزين مشروع كبير. لا معاك انا بقى. ضخم. يعني يكون مضمون. معاك. بس يفشل في النهايه. يفشل؟ لازم. يفشل. يخرب عليكم. لازم. رايح فين؟ لازم ابلغ البوليس. ابلغ البوليس. انا ما انتوا اكيد جايين تدبروا لي مصيبه هنا. انا ماليش دعوه بيكم خالص. احنا بنتكلم جد. اقعد بس هنشرح لك كل حاجه، اقعد ارتاح. طب اتفضلوا قولوا لي. اقعد وانا هحكي لك. حاضر. اتفضل. ها فهمت؟ عرفت بقى احنا عايزين نخلص من الفلوس ليه؟ ايوه عرفت. وبصراحه دورنا على واحد خيبه عشان يخلصنا من الفلوس دي، ما لقيناش اخيب منك. ممدوح ارجوك تساعدني. ما اقدرش يا سهير، ما اقدرش. دي مسألة صعبة جدا. أنا صحيح خايب لكن مش لدرجة إن أنا أضيع 1,000,000 جنيه. أنا خايب في حدود 100 1000 1500 ده عشان خاطرك أنت بس. إنما مليون ده كتير قوي، ده عاوز خبير خيابة من بره، مش ممكن. الظاهر مفيش فايدة. أنا يا جماعة الحقيقة كان نفسي أخدم، إنما دي مسألة أكبر من المواهب. يلا بينا سهير. يا خساره، كان عندي امل انك تساعدنا لكن طلعت خيبه، اعمل ايه؟ معلش يا سهير، إنما أنا أوعدكم إن هدور لكم على حد يخرب بيتكم ويفلسكم بمنتهى السرعة. يا ريت، ده أنت تبقى عملت فينا جميل العمر. لا أنا تحت أمرك، أنستوا وشربتوا، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. يا ساتر. يا ساتر. لا حول ولا قوة إلا بالله. مساكين بصراحة. يا ريتني كنت أقدر أفلسهم وأكسب فيهم ثواب. 57,643. شد حيلك. شكرا. انا مستنيك. جاي لك. 57,644. 57 مليون. الراجل اتجنن. مين ده؟ هيعد النجوم في عز الظهر. انت تعرفه؟ ما هو ده اللي انا اتفقت معاه على العد. يعني ايه مش فاهم؟ هبقى احكي لك بعدين بقى. سهير لقيتها. هي ايه؟ الحل. حل ايه؟ زي ما خليت الراجل يعد النجوم في عز الظهر، ايه رايك اخلي واحد يضحك عليا ويضيع لي الفلوس؟ ازاي بقى وهتجيبه منين ده يعني؟ واحد نصاب يعني. ايوه يعني هتمشي في الشارع تقول يا اللي يعرف نصاب يبعتهولي؟ لا احنا ننشر اعلان في الجرايد. قرب قرب كمان. حمزة بيه موجود؟ موجود يا سعادة البيت. نقول له مين؟ تقول له مين؟ انت ايه مش عارفني؟ لا انت يظهر ما انتش عايش في الدنيا. انت متأخر قوي مسكين. يلا يلا روح قول له انا جيت. مالكش هو مين؟ عايز ايه؟ ما قاليش حاجة يا سعادة البيت، كروتني. كروته؟ يعني ضحك عليه، يبقى هو هو مين؟ بتاع الجورنال اللي مستنيينه. قول له اتفضل بسرعه، يلا حالا حاضر. يا رب يطلع من الصبر اللي احنا طالبينه. يا رب. يا رب يا رب. بونجور يا هانم. بونجور. بونجور يا اكسلانس. اهلا وسهلا. 10 جنيه بسرعه، 10 جنيه. نعم؟ 10 جنيه، اطلع ب 10 جنيه بسرعه بسرعه. 10 جنيه؟ ايوه 10 جنيه، اب بيهم اب بيهم. ليه؟ بعدين تفهم كل حاجه، بس اب بال 10 جنيه. يلا بسرعه بسرعه. وريني. يلا. والله. تسمع؟ نعم. ايدك. ايدك ما تخافش، هرجعهم لك تاني. بص. هوب. واحد
ربنا يخليها لك. ها؟ اقفل ايدك كويس بقى. بعد ما قفلت ارفعها لفوق. فوق. لفوق. ايدك لفوق. ها. ودلوقتي مش حاسس ان ايدك خفت؟ بتخف. ها؟ فعلا. نزل ايدك. افتح ايدك بقى. ايه ده؟ الفلوس اختفت. الله، امال ايه الكارت ده؟ حامد خفاجي، محتال دولي، زميل جامعة كامبريدج للنصابين، دكتوراه في البلف واللهف والفهلوه. ده انا بقى اظن دي احسن طريقه علشان اقدم لك بيها نفسي. برافو، ده انت هايل. وانت لسه شفت حاجه؟ امال ال10 جنيه راحت فين؟ اظن يا هانم ما بقاش نصاب عالمي بقى اذا رجعتها. انا اول ما قريت الاعلان ده هو قلت ده منشور علشاني انا، مطلوب نصاب عالمي لمهمه انسانيه، وانا بقى بتاع الانسانيه، احب الانسانيه، اموت في الانسانيه. مطلوب مني اعمل ايه؟ عملية نصب. واحده؟ والله انت وشطارتك بقى، ممكن 1 2 جايز 5 6. ويمكن اكتر من كده. تكونوش عايزين توظفوني ولا ايه؟ لا، اللي احنا عايزينه منك انك تنصب علينا في مبلغ معين وبعد كده تروح لحالك. لا نعرفك ولا تعرفنا. لا تشوفنا ولا نشوفك. والمبلغ بقى اللي مطلوب النصب عليه كام؟ 1,000,000 جنيه. ها؟ 1,000,000 جنيه. دي القعدة هتحلو قوي. مع السلامة حمد بيه. فرصة سعيدة جدا يا حمزة بيه. ميعادنا بكرة؟ الساعة 9 صباحا هكون عند سيادتك ونبتدي الشغل بقى. اوكي، مع الف سلامة. الله يسلمك. مع الف سلامة. ايه رأي سعادتك في الترماي ده؟ كويس. اتفصل لي ب 10,000 جنيه. انا بصراحة يا اكسلانس لو بعته بالمبلغ ده ابقى خسران كتير، ده بيكلفني كهرباء كتير قوي في الشهر. انا مستعد علشان الصداقة اللي بيني وبينك ابيعه لك ب 15,000. هو مشروع كويس بس انا عايز مشروع اكبر من كده. ما الموجود يا منشير، تعال معايا. شايف السمكة دي؟ ها؟ حلوة مش كده؟ طبعا. السمك بقى كله اللي في المية دي ممكن تاخده. ازاي؟ بعهولك يا اكسلانس. اصل المية دي كلها في اول المبتدى كانت صحراء. ايوه. جدي الاكبر، مش بقى الكبير خالص. حامد بيراعي. لا مش حامد بيراعي، المتوسط، جدي المتوسط. ايوه. كان شريك في البحر الابيض، وعلشان كده سموه البحر الابيض المتوسط على اسمه يعني. برافو. برافو. جدي ده بقى اشترى الحته دي كانت كلها صحراء، وعمل اشتراك في كوبانيه الميه وفتح فرع على هنا لغايه ما اتملت. طب والسمك؟ اشترى 2 كيلو سمك رماهم في الميه، وبقى يجي يشقر عليهم كل شويه، ومن بعديه ابويا كمان كان بيجي يشقر، وبعدين انا كمان كنت باجي اشقر. انما الحقيقه بقى انا مش فاضي اليومين دول، عندي مشروع مهم قوي، هشتري البحر الاحمر. بيقولوا هناك في بترول واستاكوزا وسمك القرش، وانت عارف بقى القرش الابيض ينفع في البحر الاسود. هو مشروع ظريف اي نعم، بس انا عايز مشروع اكبر من كده. يوه اكسلانس، المشاريع كتيره قوي قوي. لك عليا سعادتك، انا احنحك على اخر مليم في جيب سعادتك، ولا يهمك انا ورايا ايه. لففني شوارع البلد كلها، عرض عليا اكتر من 100 مشروع وهمي. برافو، ده باين عليه متمكن قوي. ما عندكيش فكره جدا، انا متاكد ان الموضوع ده هينتهي على مصيبه ان شاء الله. اطمن يا حمزه يا ابني، انا متاكد ان بيتك هيتخرب على ايديه. نفسي يا حمزه يا حبيبي تفلس وتبقى تشتهي تمن سيجاره. وتشتهي اللقمه ما تلاقيهاش. يا ريت يا بابا، يا ريت. يا رب يا رب
انا متاكد على العموم ان احنا ان شاء الله هتخرب بيتنا كلنا وهتقع على دماغنا وكلنا هنبقى نيله باذن الله. المهم وصلتوا ايه مع بعض؟ حصل ايه؟ نصب عليك في قد ايه؟ هو الحقيقه يعني ما عجبتنيش المشاريع اللي عرضها عليا. ليه بقى؟ لانها ضعيفه متوسطه مش جامده يعني. انما هو وعدني ان بكره هيعرض عليا مصيبه كبيره باذن الله. اتعشم خير يا حمزه، انت ابن حلال ولابد هتنول كل اللي انت عايزه وترجع صعلوك زي ما كنت. يا ريت يا ريت. واحد بقاله مده والله. الو ايوه مين؟ ايه؟ تليفون عشانك يا حمزه. يمين. ما قالش بس بيقول عايزك في حاجه مهمه. الو انا حمزه. حضرتك عاوز واحد ينصب عليك؟ شوف يا استاذ، اللي بتعمله ده مفيش فايده منه. نهايتك هتكون على ايد انا. ايوه هتكون على ايد انا. الو الو الو. هيكون مين اللي بيهددني يعني؟ مش عارفه يا حمزه، تفتكر مين يا بابا؟ الحقيقه دي حاجه تحير. حمزه بياكد لنا انه ملوش اعداء. مش جايز حد طمعان في ثروتك؟ يا ريت يجي ونديها له مع جواب شكر وتقدير. بس انا خايفه عليك قوي يا حمزه، خايفه يعمل فيك حاجه كده ولا كده. شيل الاوهام دي من دماغك يا سهير، وانت اهتم بمشروعك مع حامد. على رايك انا كمان هطلع انام بدري، معادي معاه بكره هيعرض عليا اكتر من مشروع نصب واحتيال. تصبحوا على خير. ده بقى مشروع استثماري ناجح 100%. يا سلام. اي حد يعوز يشوف الساعة يدفع لك قرشين ساغ، يظبط على الساعة يدفع لك 5 ساغ، وشوف بقى كم واحد هيبص ويشوف ويظبط في الساعة، وشوف بقى كم واحد في اليوم وكم واحد في الشهر وكم واحد في السنة وكم واحد في ال100 سنة جايين. يا سلام، هتلاقي الفلوس والمكاسب نازلة ترف عليك. وده كله بكام؟ حاجة فارغة قوي، 20,000 جنيه. يا حلاوة يا بلاش. يلا بينا. الاهرامات دي هي. ايوه. انا بقى كنت الاهرامات دي هي. ايوه. اصلها بتاعت جدي، انا وارثها. انا ورثت الاهرامات دي عن جدي الاكبر حامد راعي الاول. حامد بيه راعي؟ ايوه ايوه. بيتفرج عليها في السنة مش أقل من 100,000 سايح، يمكن 150 يمكن 200,000. ايوه. الواحد بقى لو أخد من كل سايح. ما أنا عارف أنا عارف. طب عايزين أبو الهول بقى يعني. أبو الهول ما خبيش عليك، في واحد بتكلم عليه، لكن لو ما حصلش اسمه هيبقى من نصيبك أنت. مين الجدع ده؟ ده واحد كان عاوز يشتري مني ابو الهول والهرم صفقه واحده. انا بقصدي ما بيعلوش، انا ما بيعش الحاجه الا للراجل اللي يقدرها ويفهمها ويعرف هي ايه بالظبط. ايه يا استاذ؟ هو البيع بالعافيه؟ مش بالعافيه يعني. تعالى شوف، سيبك منه بلا كلام فارغ. اتفضل اتفضل يا حمزه بيه، اتفضل شوف واتفرج وعاين، اتفضل اشتري. ايه الارض والجو؟ جو. بص كده شوف. حاسس بايه؟ شامم ايه؟ ايه؟ في هوا. هو ده مشروع ما حصلش. اشتري الهوا، تحكم فيه، المنطقة دي كلها تبقى بتاعتك، محدش يقدر يتنفس إلا بإذنك وبالسعر اللي تطلبه، مفيش طيارة تفوت إلا بإذنك وبالرسوم اللي تطلبها، مفيش صاروخ يعدي إلا بإذنك وبالرسوم اللي تطلبها. قلت إيه؟ أنا موافق. هات الشيك بقى. الشيك. طبعا. جاهز. اتفضل عاين أملاكك يا حمزة بيه، اتفضل يا بيه، اتفضل يا بيه. يعني خلاص يا حمزه؟ خلاص اشتريت منه الساعة اللي في الميدان دي، والترماي، حتة ترماي، انما ايه بقى قبها يعني، والهرم. بنتفاوض دلوقتي على ابو الهول. دفعت له قد ايه؟ 100,000 جنيه. طب والباقي؟
ما احنا لسه بقولك بنتفاوض على ابو الهول، البلد لسه فيها حاجات كتير قوي. انا داخل في دماغي البرج الكبير قوي ده وكوبري قصر النيل. لا انا لو قدرت اخد منه كوبري قصر النيل متعه. يا ريت. تعرفي انا ساعه ما شفت الجدع اللي اسمه حامد ده انا تفائلت بيه، قلت هو ده اللي هيشطب على الفلوس اللي عندنا. يا ريت يا حمزه يا ريت. الو. ايوه انا حمزه. مين؟ ايوه فندم. بتقول ايه؟ مش ممكن، مستحيل. يعني يا استاذ حمزه في ايه يا حضرتك؟ اتفضل. اتفضل. الموضوع باختصار ايوه ان احنا كنا فاكرين انك انت وحامد شرك في عمليه نصب كبيره قوي. انا وحامد؟ عشان كده خلينا شويش بسيوني يراقبكم خطوه بخطوه. يعني انتوا كنتوا فاكرين ان نصاب، لكن التحقيق خلانا نعرف الحقيقه بالظبط. يعني انت متاكد ان انا اللي كلفت حامد ينصب عليا؟ بالظبط. طيب انا مش متهمه بحاجه، ممكن تفرج عنه بقى؟ لا للاسف مش ممكن. احنا ما قبضناش عليه عشان حكايتك وبس، ده متهرب من تنفيذ اكتر من حكم عليه. اتفضل يا استاذ حمزه. ايه ده؟ ده شيك اللي كنت كاتبه لحامد، ظبطناه معاه قبل ما يصرفه من البنك. طب انا مش عايزه. لا يا سيدي لازم تستلم. حاضر هستلم، هقطعه 100 حته كمان. عن اذنك. استنى لسه ده كمان. ايه ده؟ ده الاعلان اللي انت نشرته في الجرايد خلى حامد يخرج من الحته اللي كان مستخبي فيها، ما كناش قادرين نوصل له. معنى ايه يعني الكلام ده؟ معناه انك بطريق غير مباشر ساعدت البوليس في القبض على اخطر محتال، وبناء عليه تستحق المكافاه 2000 جنيه. 2000 جنيه. مبروك. حلوت قوي. حظ ايه الوحش ده يا ربي بس. انا ظهرت نحست، مشروع زي ده مضمون 100%، يبوظ ليه؟ معلش حاول تاني. ما تيأس يا حمزه. ايوه خلي عندك اراده وانت توصل لهدفك وتبقى شحات. يعني اعمل ايه؟ ارمي فلوسي في الشارع، احدفها في البحر؟ ليه لا؟ خد كام ألف من فلوسك وارميهم في البحر، وكل يوم اعمل الحكايه دي، على اخر الشهر تخلص من فلوسك، ايه رايك؟ فكره حلوه. استنوا بقى، ما دام الحكايه كده يبقى يا بخت مين نفع واستنفع. يا عم انا مش عايز استنفع. يبقى تنفعني، ده انا بمراتك حتى. ازاي يا بابا؟ بدل ما يرمي فلوس يرمي الماظ. الماظ؟ عندي في المحل حته الماظ تساوي ثروه، اشتريها وارميها. معقول؟ حتى الالماظ يبقى اشيك، الواحد يرميها كده بقلاطه. ودي تمنها كام يا عم؟ هي تساوي 15,000، لكن عشان خاطرك هديها لك ب 17. يا بابا كريمه شويه وزود السعر. حاضر يا ست سهير، عشان خاطرك هديها له ب 20,000. لا يا بابا عشان خاطري زود شويه. نزود كمان شويه يبقوا 22. يا عم راضيني، ده انا هبقى زبون عندك. شوف بقى اخر كلام 25,000، اكتر من كده ابقى كسبان. اعمل معروف ما تجيبش سيره المكسب دي خالص. ها يلا بقى، مش هترمي الألماظة؟ انا عايزك انت اللي ترميها. ليه؟ علشان اشوف وشك عليا. اطمن ان شاء الله باذن الله هخليك على الحديده.
مبروك يا حياتي، مبروك مبروك على ضياع أول 25,000 جنيه من ثروتك، مبروك. يلا. عارفه السر نفسي في ايه؟ في ايه؟ ابقى افقر راجل في العالم. يا ريت يا حمزة يا ريت. شوفي بقى، انا مش هشتغل ولا ساعه، انا هفضل نايم ليل ونهار. حقيقي مش هستغل قرش من ثروتي في اي مشروع ناجح، وبكده ابقى اتخلصت من ثروتي واضمن لك مستقبلي. ونعيش مع بعض على طول. يا سلام، في اوضه فوق السطح، ويكون كده سقفها مخروم، والمطره تنزل علينا في الشتاء وناعيه، وما نلاقيش حق الدواء، ونفتكر ايام زمان. واقول لك فاكره يا سهير ايام الفلوس ورزالتها؟ واقول لك كانت ايام وحشه. خلينا في السعاده والفقر اللي احنا فيه، وننام من غير عشاء. يا سلام يا سلام. ونصبح ما نلاقيش فطار. يا سلام لو الحلم ده يتحقق. هيتحقق يا حمزه، هيتحقق. انا هقف جنبك، هقف جنبك لغايه ما يبقى ما معكش ولا مليم من ثروتك. انا متشكر قوي يا سهير. انا سعيد جدا ان انا وقعت في زوجه زيك، وفيه جدا ما يهمهاش تعبها قد ما يهمها ان جوزها يفلس وتخرب بيته. يا سلام يا سلام. يلا. سعيد يا سهير. بتفتح الباب بنفسك ليه؟ امال الانصاف فين؟ بتحضر الغدا. الغدا لسه ما جاش لغايه دلوقتي؟ لا. البت دي بقت بتدلع قوي بقى. معلش روح انت ارتاح على ما استعجل لك الغدا. لا انا هخش استعجلها بنفسي، لازم اديها كلمتين في جنابها، تصام في خاف لا اختشيش. انت ايه حكايتك يا بنت عصام؟ في حاجه يا بيه؟ الغدا ما خلصش لغايه دلوقتي ليه؟ وانا كنت في السمك اهو. ده انت اللي كنت بتحميه تحت الدش كان زمانه جاهز. الساعه بقت 3. مش على بالنا الراجل بتاع السمك جاب لي السمك ده، انا موصيه عليه من امبارح. ولما هو اتاخر عليك تستنيه ليه؟ ما تعملي اي حاجه تاني. ما هي ست سوريه اللي موصياني اعمل سمك، كان نفسها فيه. هي اللي طلبت كده؟ طيب لكن ده ما يمنعش انك انت مهمله. شهلي شويه. حاضر. وانا هعمل ايه بقى؟ هقطع روحي مستعجلين على السمك ياكلوه ويشرب. والله ما انا منضفاه. ولا دي السمك. خد طبعك حمزه. لا هاتي لي دي يلا كلها. ماما هاتي طبعك. حته صغيره. ليه مش عايز تاكل؟ ما بتحبيش السمك؟ انا بحبه. بابا ايوه. حته كبيره؟ زي ما انت عايزه. ايه وليه؟ الألماظة. ايه؟ الألماظة. الألماظة؟ 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 لقيتها في السمك. انتوا يا ابني مش رميتوها في البحر؟ السمكة بلعتها، الصياد اصطادها. ملقاش في البلد كلها بيت غير هنا عشان يجي يبيعها. شوفوا الحلاوة. حظ ايه ده يا ربي ده؟ سهير خديها انت. اخدها اعمل بيها ايه ما انت عارف؟ جدعنة يعني أخوية بيني وبينك، دي عشانك عليا هاني. وهو انا ناقصه؟ ده انا جوزي جواهرجي. جوهرجي، يبقى أنت أحق واحد إنك أنت تاخدها. عايز تقول إن ما عنديش ذمة؟ أنا يا عمي أنا مش بعتها لك وقبضت تمنها، عايز تديها لي تاني بمناسبة إيه؟ طب أعمل إيه؟ أرميها في الشارع أنا؟ ترميها في الشارع ايه يا اخي؟ ده انت رميتها في البحر ورجعت لك تاني. أديها لمين طيب؟ أديها لمين؟ أنصار. انا اعمل ايه في ايه؟ ما دي حاجه. لا عايز أكلمك في حاجة مهمة. تعالي. معلش يا استاذ حمزه غصب عني، الغدا اتاخر شويه، معلش حقك عليا يا بيه. لا أبدا، ده أنا مبسوط منك قوي. ده أنا عايز أديك هدية كمان. خد يا أنصار. الله
دي الماظه. خديها عشانك دي يا انصاف. مد ايدك ما تنكسفيش. ما يصحش تسيب البيت كده مادد ايده. ايوه دي الماظه غاليه قوي. دي تطلع لها ولا ب 20 جنيه. الالمازه دي دفع لي فيها حمزه ب 25 جنيه حته واحده. يبقى ضحكت عليها يا استاذ. سيبيني اكمل كلامي. هم 25 صحيح، انما 25,000 جنيه. 25,000 جنيه غطاني وظبطه يا ايه دي يغمى عليها. معذوره يا ناس، صدمه شديده. شديده 25,000 جنيه ايه اللي تقولها لي؟ دي نفسها ب 5 جنيه تتصور جنبي. ما اروح اجيب لها كلونيا بسرعه يا عليا. يا يابا انت مين؟ انا فين؟ ابعد عني ما تقربليش. انت عايز تموتني. انت يا بنت 25,000 جنيه ايه؟ ده كلام. 25,000 جنيه ليه يا ربي ليه؟ بصلة 10 ساغ شممها لها. مسكينه البت اتهبلت. انصاف اهدي شويه واسمعيني. نعم يا استاذ. انت اصلك بنت كويسه واخلاقك عاليه وبتتعبي كتير في شغل البيت، علشان كده انا فكرت ان انا اديكي هديه. هديه؟ دي هديه؟ دي قضيه. ليه بتقولي كده يا بنتي؟ ده انا واحده غلبانه، يعني ممكن قوي حد يهديني بمنديل بقويه بشبشب، يوم ما يتمعظم قوي ويتنفخ وينفجر يجيب لي كيلو تفاح. انما الماظه ب 25,000 جنيه ده حرام يا ناس، حرام. طب بس بلاش عياط. يا حمزه بيه، انتوا عايزين تلزقوا لي الالماظه دي ليه؟ الالماظه دي اكيد فيها ان انتوا سارقينها وعايزين تلزقوها لي بقى بصراحه. يا بنت اطمئني، بقول لك شاريها من المحل عندي. انصاف عشان خاطري خديها بقى. استهانم، انا ظروفي لم تسمح لي. ايه السبب؟ اهلي يا اخويا افتكروني سرقاها. لا انت مش سرقاها ولا حاجه، احنا اللي عايزين نديها لك. عشان مجانين. ايه؟ ايوه طبعا. هو في استهانم حد يسيب برضه الماظه ب 25,000 جنيه الا اذا كانوا يعني لا مؤاخذه يعني مجانين؟ لا انا مش هاخد الالماظه دي. يا ست سهير، يا سهير هانم، انت كل نكدك في حياتك ان ربنا اداكي شويه فلوس كتير ومش عارفه تتصرفي فيها. عايزه تنكدي عليا عشت انا ليه بس وتخلي معايا فلوس كتير؟ ما تخلي الناس تحبني عشاني انا مش عشان فلوسي. يا ست سهير يا اختي فهميني، الفلوس دي سكينه حاميه بتقطع حبال الموده وتجرح عروق الوقفه. يا سهير وين؟ ادخل. الساعة بقت 3 يا حمزة بيه، مش هتروح؟ لا انا قاعد شويه. اتفضل انت. حاضر. بس التفكير ده مش كويس عشانك يا أستاذ حمزة. غصب عني. الوقت بيجري والفلوس مش عايزها تخلص، وسهير المسكينه كل يوم بيمر اعصابها بتفلت. طب قولي، أنا عندي فكرة. قول. نعمل شركة. شركه؟ بقول لك عايز مشروع عشان اخسر فيه تقوم تقول لي شركه؟ الشركه دي مش هتشتغل، مش هتكسب. لا هتشتغل ولا هتكسب. ازاي بقى؟ احنا نعلن عن تكوين شركة مساهمة ونفتح باب حجز الأسهم للناس. انت اتجننت يا جدع انت. مساهمة ايه؟ المساهمة دي الأسهم دي مش احنا هنبيعها، مش هناخد فلوس. يا سعادة البيه اسمعني للآخر. طيب قول. احنا هنلم لنا يجي 70-80 ألف جنيه. هيقول لي 70-80 ألف أنا ناقص. يعني بلاش أكمل. اتفضل. بعد ما نلم الفلوس نقول الشركة فلست. فلست؟ الناس هتطلب تعويض. نقوم نديها تعويض. شوف بقى كام ألف واحد هياخد فلوس. وشوف بقى انت بقى كل واحد هياخد فلوس قد ايه. شوف انت بقى كده هتكون اتخلصت من الجزء الأكبر من مشاكلك. ايوه وممكن بحركة زي دي اتخلص من ثروتي كلها. ايه رأيك؟ برافو عليك، هايل هايل. انت تستحق مكافأة. انا هديك 10,000 جنيه مكافأة. خلاص يا حبيبي، خلاص يا حبيبي، خلاص. حقيقي فكرة هايلة. هي بقول لك مفيش غيرها. طب ومستنيين ايه؟ ما يلا نعمل اعلان في الجرايد عن تكوين شركة. ايوه بس شركة ايه؟ بتبيع ايه؟ بتتاجر في ايه؟ صحيح. شوفي احنا من لهفتنا مش عارف نفكر في التفكير السليم. ايوه. انا رايي اللي احنا نفكر في واحد يجي وهو يفكر لنا تفكير على الرايق يكون بعيد عن المشكله. طب مين بس اللي هنفكر فيه ده؟ مين؟ لقيته. لازم نفس اللي انا بفكر فيه. يا جدعان حرام عليكم، هو انا خايف الميله بتاعتكم؟
ده انا غلبان، انتوا عاوزين مني ايه بالظبط؟ احنا مش شرحنا لك الموضوع قبل كده؟ مش قلنا لك ايه المطلوب منك؟ ما انا هتجنن، ايه اللي بتقولوه ده؟ شركه وهميه، مشروع ما يكسبش، ناس تطلب تعويض، انتوا ايه؟ يا ناس مش كده، ده انا عندي مخ واحد بس ومش مستغني عنه. اهدى ممدوح اهدى. لو عندك فكرة تانية تخلصنا من فلوس حمزة ما تقولها يا ممدوح وتخلصنا. ما عنديش. يبقى مفيش غير الفكره دي. انت ذكي وبتفكر كويس، واكيد هتلاقي لنا فكرة مشروع خسارته مضمونة. طب ما تعلنوا عن شركه تعبي الظل في ازاز وتبيعه في الصيف. ظل ايه وفي ازاز ايه؟ يا جدع احنا عايزين حاجه الناس تصدقها. حاجة محبوكة مسبوكة الناس تصدق وتيجي تدينا فلوسها. بس لقيتها لكم، قول. ها اتكلم. وبعد كده ما اشوفش حد منكم هنا تاني. حاضر. ها يلا قول اتكلم بقى. مشروع صناعة الأحذية المتحركة. أن أستاذ حمزة، احنا قرينا في الجرايد عن مشروع سيادتك لإنشاء أول شركة مساهمة لصناعة الأحذية المتحركة. ايوه. يا فندم وصلتنا جوابات كتيرة أصحابها بيسألهم عن تفصيل المشروع وأهدافه. وفي الواقع اللي خلاني افكر في المشروع ده ازمه المواصلات. ناس كتير بتضيع وقتها في انتظار الاتوبيس، وناس بتتعطل عن اعمالها لان مفيش تاكسي بيقف لها، وناس بتسوق بسرعه كبيره جدا وبتعرض نفسها للخطر. الجزم اللي هنعملها هتحل كل المشاكل دي. احنا هنركب في كل جزمه عجلتين، فالشخص يزق نفسه زقه بسيطه، الجزمه هي اللي هتمشيه، وبكده نحل ازمه المواصلات، ويبقى مش محتاج الشخص انه يركب اتوبيس او عربيه ملاكي او تاكسي اجره حتى. وفي حاجه كمان، لو الشخص مشي زياده شويه وكسر اشاره المرور، فمن المؤكد ان العسكري مش هياخده مخالفه لان مش هيبقى فيه نمره عشان ياخدها. وده بقى مشروع مفيد جدا ونجاحه اكيد. ناس كتير بتضيع وقتها في انتظار الاتوبيس، وبكده هنوفر لكل اسره فلوسها اللي ضايعه على المواصلات. عظيم يا فندم عظيم. بس يا فندم. خلاص يا جماعة ميعاد الحجز خلص، تعالوا بكرة الصبح. قلنا بكرة الصبح. يلا قلت اهو، اتفضلوا. مع السلامة. مع ألف سلامة. حاجة تجنن. مع السلامه. كله ماشي الحمد لله. مع السلامه. اتفضل يا سعاده البيه. ايه دول؟ 7000 جنيه. ولسه. بس انا عندي راي. قول. عشان الناس تصدق اكتر وتدفع اكتر يلزمنا مصنع. مصنع ايه؟ مصنع الجزم المتحركه، لازم صوره تتنشر في الجرايد واللي يحب يتفضل يزوره يتفضل يزوره. خلاص احنا نبني مصنع، ما هو كله بخساره. بس المصنع ده يلزمه عمال. نجيب عمال. والعمال يلزمهم مهندس عشان يشرف على تنفيذ المشروع. وطبعا المهندس مش هيقدر يوصل لحاجه. ونعلن افلاس المشروع. هايل. احنا من بكره نعمل اعلان في الجرايد عن طلب مهندس للاشراف على المشروع. ايوه يا فندم. لا يا فندم هنبلغه فورا. حاضر حاضر. انا المهندس. اهلا وسهلا. اتفضل. حمزه بيه منتظر حضرتك. منتظرني؟ ايوه اشكرك. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. احب اعرفه بنفسي. المهندس محمد عبده فلوكس. محمد عبده مين يا فندم؟ فلوكس. اهلا وسهلا. حضرتك اتعكيت في حاجه وانت داخل ولا حاجه؟ لا يا فندم، دي اصلي كنت انا بنيت عماره فوقعت عليا على طول، فدي النتيجه زي ما سالتكش قلت يعني. ربنا يوفقك. اتفضل اتفضل. هنا يا فندم. اتفضل. حضرتك ليك يعني خبره بمشاريع زي المشروع بتاعنا ده كده؟ في الحقيقة يعني أنا من أعمالي الكبيرة اللي أنا اشتغلت مع راجل أجنبي مليونير، هو مش قليل يعني. عملنا مشروع مع بعض، كان مشروع مصنع بينتج البسكليتات، نوع غريب من البسكليتات بس نجحنا فيه يعني في إن احنا نطلع المصنع فعلا. كان نوع اسمه بسكليتات بتمشي في البر تعمل ولما تيجي تمشي في الجو بقى أو في البحر كمان تعمل إز. ده كان مشروع كبير. بس انا ما سمعتش حاجه عن المشروع ده. لا ما هو فلس. هايل.
هايل هايل. اشكرك. يا ترى يا باشمهندس عملت حاجات تانية غير كده؟ طبعا يعني في الواقع انا عملت مشروع كبير قوي مع راجل اجنبي، مشروع مصنع اسماك لتجميد الاسماك الموجوده في البحر الميت. ما شاء الله، بس انا اعرف ان البحر الميت ما فيهوش سمك يعني. طبعا، ما عشان كده المشروع يعني خسر والراجل فلس. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت هايل. اشكرك. هايل. لا انا بلاوي، انا بلاوي صراحه. فرصه سعيده جدا يا باشمهندس. أهلا شوف بقى انت من بكره تبتدي تستلم المشروع، واخد بال حضرتك، ويا حبذا لو اسرعنا يكون افضل يعني. من بكره على طول. من بكره على طول. اقول لهم في البيت واجي على طول يعني ان شاء الله. فرصه سعيده جدا. فرصه طيبه يا فندم. سعيده جدا. اصل انا منظم حبتين ونمك يعني. مع السلامه. مع السلامه. من هنا اتفضل من هنا يا باشمهندس. انا اسف معلش. لا خليك مطرحك والله، ما تجيش توصلني ولا اي حاجه. هي السبب معلش. فرصه طيبه جدا. السلام عليكم. مع السلامه. مع الف سلامه يا باشمهندس. لميت 150,000 جنيه. عال، يبقى كده هترجع لهم الفلوس وعليهم التعويض. بالطريقه دي تبقى خلصت من ال1,000,000 جنيه يا حمزه. المهم بقى ان مواعيد التوريد النهارده. توريد ايه؟ الجزم لمين؟ للمحلات. احنا مش ماضيين عقود مع اكبر محلات الجزم في البلد اللي احنا نورد لهم. ليه انت هتورد لهم بصحيح؟ صحيح ايه؟ هو احنا بنعمل حاجه؟ عندك حق. طب يعني انت متاكد ان فعلا المصنع ما بيشتغلش؟ تظهر على نياتك بقى. طب بذمتك انت قولي لي المهندس المسؤول عن المصنع هيركب عجل في الجزم ازاي؟ صحيح. انا متاكد بقى ان اصحاب المحلات والمساهمين بكره الصبح هيرفعوا علينا قضايا للركب ونبقى مش هنلاحقين عليهم. الو، اهلا يا باشمهندس. ده المهندس المسؤول عن المصنع. ايوه يا باشمهندس، خير. بتقول لي ايه؟ سهير الحقيني. عاجبك كده؟ معلش يا حمزه، هدي نفسك. هنعمل ايه؟ مشروع زي ده بايظ، مضمون خسارته 1,000,000%. يوم يحصل كده؟ معلش انت عملت اللي عليك خلاص. ده انا عملت المستحيل عشان يبوظ، مفيش فايده. يوم يحصل العكس. المحلات باع لغايه دلوقتي 15,000 جوز، والطلبات نازله على المصنع. ايه؟ معلش يا حمزه، تعالى نتكلم في البيت. تعالى. بيت ايه؟ انا مش هروح البيت غير لما اشوف المهندس اللي عامل العمله السوداء دي. انا عايز اخسر، تكسبني ليه؟ صباح الخير يا سعاده البيه. خير؟ انت بتقول خير؟ يا فندم ما عملتش غير الواجب اللي عليا. ايه يا فندم يعني سيادتك ارجوك ما تشكرنيش يا سعاده البيه. اشكرك وعايزني اشكرك كمان. سيادتك يعني كنت ناوي تديني اي مكافاه، اي حوافز ولا اي حاجه؟ انا ماليش عايز. كمان مكافأة؟ ايوه يا فندم، انا على العموم ما عملتش الا كل اللي ما يمليه عليا ضميري واشتغلت بمنتهى الذمه. انا قلت لك تشتغل بذمه؟ جبت لك سيره ذمه؟ يا فندم من غير سعادتك ما تقول، ما هو لازم يعني. بدل انا ما قلتلكش تشتغل بالذمه، تشتغل ليه بالذمه؟ انا يعني هقول لحضرتك. اتفضل. هو اصلي وده سر هذيعه لاول مره يعني. زيع. انا طول عمري انسان فاشل، فحبيت بس انجح ولو مره واحده بس في حياتي. ما لقيتش حد تنجح معاه غيري. انت يا فندم، انت السبب. انت اللي اديتني كل الحريه، قلت لي روح اتصرف اعمل كل شيء. اخترع لي حاجه، عمل لي مشروع الجزم المتحركه. سهرت، تعبت، موت نفسي، ذبحت نفسي لغايه ما طلعت بالنتيجه بتاعت السهر والتعب ده كله بالجزم المتحركه. سيادتك شايف الوقت ايه؟ ماليه البلد كلها. سهرت وتعبت. ما خفتش على صحتك؟
يا فندم انا كل اللي يهمني كان ان المشروع ينجح ويكسب. ينجح ويكسب؟ ما تجيبش سيره المكسب ده قدامي. ما انت ضيعت ناس كتير يا اخي، ما انت فلست على ملهاش اول ولا اخر. اشمعنى جت عندنا وعصاجت؟ ده حظ ايه المنيل ده؟ يا ابني ما تعملش في نفسك كده اعصابك. خلاص يا عمي ما بقاش فيها اعصاب. هعمل ايه؟ اتصرف ازاي يا سهير؟ مش عارفه، انا خلاص مخي عاجز عن التفكير. كل اللي بفكر فيه ما بقاش غير 48 ساعه. وهيحصل ايه يعني؟ بابا ما انت عارف. الله، عارف ايه؟ مش واخد بالي. هيحصل ايه يعني بعد ما يخلصوا 48 ساعه؟ هبقى ارمله. هينقصف عمري، هينقصف عمري والسهير هتبقى ارمله. الله، ارمله ايه يا اخويا ده؟ لكن مش ممكن اقف ساكته كده. هعمل ايه؟ جربت كل الطرق مفيش فايده. مش ممكن، مستحيل. لازم يكون في انسان في الدنيا دي يقدر يفكر بدل ما احنا واقفين ساكتين كده. طيب ايه يا ناس عاوزين ناخد ورا الباب ولا ايه؟ ايه؟ الله هو انتوا تاني؟ ايه في ايه؟ مالكم؟ ما تقولوا حاجة كده؟ طيب امشي انا. ممدوح، انا خلاص ممدوح. وانا كمان يا ممدوح. انت كمان خلاص؟ خلاص ايه؟ خلاص. مش فاهم. كل اللي فاضل لي في الدنيا دي 48 ساعه. بعد ال 48 ساعه دول هبقى ارمله المرحوم حمزه بيه عبد البر. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ طبعا مش ممكن هكتب لك تعهد ان هتجوزها بعد ما حضرتك تودع. ولا وقت هزار. يا ممدوح اتصرف، شوف لنا اي حل. انتوا تبعدوا عني خالص. ممدوح انت عارف ان احنا ملناش غيرك يا ممدوح. احنا بنثق في حسن تصريفك للامور، مش انت حلال العقد. والمطلوب مني ايه بالظبط؟ المطلوب ان انت تفكر معانا في موضوع يبوظ المشروع بتاع حمزه الجديد. الجزم المتحركه؟ المصنع لازم يقف. طب ما دي حاجه سهله. ازاي؟ انا اقول لك ازاي. هي الجزم دي بتتعمل ازاي؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. المصنع اللي بيعمل الجزم دي بيشتغل ازاي؟ ايه اللي بيشغله؟ المكن. خلاص نبوظ المكن. الله، فكره حلوه قوي. هو اللي فكره حلوه، ما تستني شويه. شوف لك حد يبوظ المكن بالليل، يجوا العمال بالنهار يلاقوا كل حاجه متعطله. طبعا المصنع هيقف، طبعا بيتك هيتخرب. شفتي؟ اهي دي بقى فكره هايله جدا. الله يا ممدوح. فعلا فكره هايله. بس مين بقى الجريء اللي يسحب بالليل ويبوظ المكان؟ ها؟ مين؟ مين يا ترى؟ تفتكري مين يا سهير؟ تفتكر مين؟ انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ لا دي بقى انا ما اقدرش اعملها. حطوا في مخك انا ما اقدرش اعمل دي، مستحيل اعمل دي ابدا ابدا ابدا. تلف من الناحيه دي وانا هلف من الناحيه الثانيه ونتقابل جوه في المصنع. طيب ما انتش ناسي حاجه؟ لا 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 لا، كل حاجه لازم تخيل المكن هنا معايا. شواكيش، قواديم، سواتير، ايدهم، كل حاجه. يلا بينا.
غفير غفير غفير؟ انت ما قلتليش ان مصنع فيه غفير. هو ده عايز حدائق حدق. طب وبعدين؟ طب يلا بينا نجري. يلا بينا نجري قبل ما يمسكنا. يلا بسرعه. والمهم ان احنا جايين بعدين بسرعه.